الصلاة عماد الدين، وبها الخلق يصير رزين، تجلو الهم عن الأرواح وتطهر قلب الداعين. الصلاة عماد الدين، ما أعظم آيات الله، وله ما أحلى صلاة. صلاة العشاء. تتألف من 4 ركعات فرض وركعتي سنة بعدية وصلاة الوتر. والوتر آخر ما نختم به صلاتنا كل يوم، وهي 3 ركعات حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونصلي الفرض كما يلي: نبدأ الركعة الأولى بالنية، ثم نكبر تكبيرة الإحرام، ثم نقرأ دعاء الاستفتاح، ثم الفاتحة، ثم نتلو ما تيسر من القرآن، ثم نركع ونقول سبحان ربي العظيم 3، ثم نعتدل حتى نطمئن، ثم نسجد ونقول سبحان ربي الأعلى 3، ثم نجلس حتى نطمئن، ثم نسجد مرة ثانية ونقول سبحان ربي الأعلى 3، ثم نقوم للركعة الثانية وهي كالأولى تماما، حيث نقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم نركع ونقول سبحان ربي العظيم 3، ثم نعتدل حتى نطمئن، ثم نسجد ونقول سبحان ربي الأعلى 3، ثم نجلس حتى نطمئن، ثم نسجد مرة ثانية ونقول أيضا سبحان ربي الأعلى 3، ثم نقعد القعود الأول فنقرأ التشهد الأول، ثم نقوم للركعة الثالثة حيث نقرأ الفاتحة فقط، ثم نركع ونقول سبحان ربي العظيم 3، ثم نعتدل حتى نطمئن، ثم نسجد ونقول سبحان ربي الأعلى 3، ثم نجلس حتى نطمئن، ثم نسجد مرة ثانية ونقول سبحان ربي الأعلى 3، ثم نقوم للركعة الرابعة وهي كالثالثة تماما، حيث نقرأ الفاتحة فقط، ثم نركع ونقول سبحان ربي العظيم 3، ثم نعتدل حتى نطمئن، ثم نسجد ونقول سبحان ربي الأعلى 3، ثم نجلس حتى نطمئن، ثم نسجد مرة ثانية ونقول أيضا سبحان ربي الأعلى 3، ثم نقعد القعود الأخير فنقرأ التشهد الأخير والصلوات الإبراهيمية، ثم نسلم إلى جهة اليمين أولا ثم إلى جهة الشمال. ما أعظم آيات الله، وله ما أحلى صلاة. إن صلاتك ذروة عملك، تنهى النفس عن الفحشاء. الصلاة عماد الدين، وبها الخلق يصير رزين، تجلو الهم عن الأرواح وتطهر قلب الداعين. الصلاة عماد الدين.